أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الأفاضل أينما كنتم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء من الفضائية الإريترية استهلها بالعناوين. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. تكريم طلاب مدرسة البحر الأحمر المتفوقين. ضبط وإحراق مواد منتهية الصلاحية في قندع. وسط مخاوف في البلقان صربيا تعرض صواريخ صينية متطورة. رئيس وزراء اليابان يزور جنوب شرقي آسيا. وإعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله. تجمع المسلمون في أسمراء اليوم في ساحة الفاتح من سبتمبر احتفالا بعيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. احتفلت البلاد في 2 مايو بعيد الفطر المبارك بحفاوة كبيرة، وشهد ميدان الفاتح من سبتمبر في العاصمة أسمرة صلاة العيد المبارك بحضور كبار المسؤولين في الدولة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى البلاد وآلاف من المسلمين. الله أكبر وخاطب سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار مفتي إريتريا ورئيس الهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية، خاطب المسلمين قائلا: ولقد أثبت لنا شهر رمضان أن النفس تمتلك طاقات كبيرة، لكن القضية قد أثبت لنا شهر رمضان المبارك أن النفس تمتلك طاقات كبيرة، ولكن القضية هي قضية وجود العزيمة والإرادة التي تفجر هذه الطاقات. والآن ونحن ما زلنا في أجواء رمضان وما زالت العزيمة موجودة، لذا ينبغي علينا استثمار وجودها في زيادة الطاعات والقربات بصورة مستمرة، وعلى كل فرد أن يضع خطة للاستفادة من وقته دينيا ودنيويا، مقدما توضيحا مفصلا حول صلاة العيد ومظاهر العيد ودلالاته وزكاة الفطر المبارك. وأضاف مولانا الشيخ سالم مذكرا المسلمين: وفي الختام نهنئ الشعب الإريتري في الداخل والخارج وقوات الدفاع الإريترية الإقلاع عن التصرفات المعيبة والمعاصي والعودة إلى القيم السمحة والثبات عليها. وهنأ الشعب الإريتري في الداخل والخارج وقوات الدفاع الباسلة والعالم الإسلامي بالعيد. واحتفل المواطنون في جميع أرجاء البلاد بعيد الفطر المبارك بحفاوة كبيرة. أفاد سكان منطقة فردقة في مديرية حقات بإقليم عنسبة بأن الأعياد الدينية تسهم في ترسيخ ثقافة وقيم الشعب الإريتري وحمايتها، وكذلك ترسيخها في الأجيال المتعاقبة. وأوضحوا بأنه يتوجب تسخير الأعياد الدينية القيم السمحة للمجتمع في التعاون والتعاضد والتعايش ومساعدة المحتاجين والأيتام والمسنين الذين ليس لهم راع. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أن الأعياد الدينية يحتفى بها معا في فردقة بالألعاب التراثية.
كرمت مدرسة البحر الأحمر الثانوية في أسمرة طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة الوطنية الحائزين على نقاط تتراوح من 3 إلى 4 نقاط كاملة، أعضاء الدفعة 33 و34 من الخدمة الوطنية البالغ عددهم 146 طالبا بينهم 67 طالبة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ ورش كيداني في مناسبة التكريم في الأول من مايو أن التكريم يخلق المنافسة والدافع التعليمي. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أهمية تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين، داعيا الطلاب للابتعاد عن التأثير السلبي للزمالة والاهتمام بالتعليم والمعلمين لتخريج طلاب أكفاء. وأكد الطلاب بأن الجائزة المقدمة لهم تدفعهم لمزيد من النجاح، مشيدين بأولياء الأمور والمعلمين لتحقيق هذه النتائج. كما كرم 40 طالبا مميزا من الصف 9 وحتى 11 والمعلمين والعمال والآباء المثاليين. من جهة أخرى دشنت مدرسة دنبسنبل الابتدائية والمتوسطة والثانوية 3 فصول دراسية شيدت بتكلفة بلغت 2,400,000 نقفة بدعم السكان. وأوضح رئيس لجنة الآباء سيد ميكائيل نقاش في المناسبة إن الفصول الدراسية الجديدة ستحل الضيق الذي كان في المعمل والتعليم السمعي والبصري. ودعا مسؤول التعليم الثانوي في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهنس سلمون الطلاب لإدراك أهمية المعمل والتعليم السمعي والبصري في العملية التعليمية والاستفادة الجيدة منها. قام مكتب القانون والنظام في مدينة جندع بضبط مواد استهلاكية منتهية الصلاحية في شهر ابريل الماضي في المتاجر، وقام بإحراقها بوجود المؤسسات المعنية. وأوضح المكتب ضبط ألبان وصلصة وطحنية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية في أعمال التفتيش التي قام بها ل260 متجرا بالإضافة لأدوية بشرية وحيوانية. وقال مسؤول القانون والنظام في مدينة جندع السيد محمد أمان سعيد إن بيع المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية تعرض للمساءلة القانونية، وقد تم تغريم المتاجر التي ضبطت في هذه المواد ماليا مع تحذير شديد وعقوبات تصل لمستوى الإغلاق. وذكر مسؤول الصحة العامة في مديرية جندع السيد داوود كيداني إن المواد منتهية الصلاحية لها تأثير صحي سلبي قد تؤدي حتى الوفاة، لذلك على أصحاب المتاجر الكف عن بيعها وتأكد الشارين من تاريخ الصلاحية. أنباؤنا هذه سيدتي وسادتي لا زالت متواصلة، ولكن بعد الفاصل. عرضت صربيا علنا نظاما صاروخيا صينيا مضادا للطائرات تم تسليمه مؤخرا، مما أثار مخاوف في الغرب وبين بعض الجيران في صربيا من أن تكديس الأسلحة في البلقان يمكن أن يهدد السلام والهشة في المنطقة. وتم تسليم نظام HQ-22 أرض جو المتطور الشهر الماضي بواسطة 12 طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز Y-20، فيما يعتقد أنها أكبر عملية نقل جوية على الإطلاق للأسلحة الصينية إلى أوروبا. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في نهاية عرض الأسلحة في مطار عسكري بالقرب من بلغراد أن الصواريخ الصينية بالإضافة إلى المعدات العسكرية الأخرى التي تم تسليمها مؤخرا لا تشكل تهديدا لأي شخص ولا تمثل سوى رادع قوي ضد المهاجمين المحتملين. بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جولة في جنوب شرقي آسيا بلقاء الرئيس الإندونيسي ومناقشة ردود فعل المنطقة على الأزمة الأوكرانية وكذلك مواجهة نفوذ الصين المتنامي.
ويقول مسؤولون إن اليابان العضو الآسيوي الوحيد في مجموعة السبعة الكبرى تأمل في عقد محادثات لمناقشة الأزمة الأوكرانية وتوحيد المواقف بشأنه في جنوب شرقي آسيا. وبعد مراسم غرس شجرة في القصر الرئاسي في ضواحي جاكرتا، ناقش كيشيدا وويدودو مجموعة من القضايا تشمل نفوذ الصين في المنطقة والاستثمارات اليابانية في إندونيسيا. وتستضيف اليابان في الشهر المقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة أستراليا والهند أو المجموعة المعروفة بمجموعة الحوار الأمني الرباعي لمناقشة الأمن الإقليمي. وستكون فيتنام المحطة المقبلة في زيارة كيشيدا، تليها تايلاند التي تستضيف المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي آبك لعام 2022 قبل أن يتوجه إلى أوروبا. دمر إعصار هائل جزءا من ولاية كانساس الأمريكية، حيث أظهرت صور وفيديوهات متداولة حجم الخراب الذي خلفه من سيارات محطمة ومبان بدون أسقف. وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية لولايات الغرب الأمريكي الأوسط، بما في ذلك كانساس وأيوا وميزوري ونبراسكا وفي مدينة وتشيتا. وقال العمدة إن ما بين 50 إلى 100 مبنى قد تضرر، خاصة في ضاحية أندوفر، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن. وتقول إدارة شرطة مدينة أندوفر إن الطرق مغلقة بسبب أعمدة خطوط الكهرباء المتساقطة وأكداس الحطام الكبير. من جهته حث رئيس بلدية ويتشيتا براندون ويبل الناس على عدم السفر. قالت السلطات الصينية بعد ليلة من عمليات البحث إنه تم إنقاذ 5 أشخاص بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في مدينة شانغيتسا وسط البلاد. ولم تكشف السلطات حتى الآن عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت أنقاض المبنى المكون من 6 طبقات والذي انهار. ولم يعلن عن ضحايا حتى الآن، ولكن السلطات أشارت في بيان إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية. وما قد يشير إلى خطورة الحادث أنه تم إرسال مسؤول كبير في الحزب الشيوعي إلى المكان، هو مستشار الدولة وانغ يونغ الذي عينته الحكومة المركزية على رأس فريق مكلف إدارة عمليات الإنقاذ وفقا لبيان رسمي نشر السبت. وتظهر اللقطات أيضا رجال الإنقاذ يحاولون التواصل مع أشخاص عالقين تحت الأنقاض. يحدث هذا النوع من الكوارث بشكل متكرر في الصين بسبب عدم الامتثال لقواعد السلام والتراخي في الخدمات المفترض أن تضمن تطبيقها بشكل صحيح. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. تكريم طلاب مدرسة البحر الأحمر المتفوقين. ضبط وإحراق مواد منتهية الصلاحية في قندع. وسط مخاوف في البلقان، صربيا تعرض صواريخ صينية متطورة. رئيس وزراء اليابان يزور جنوب شرقي آسيا. وإعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا كبيرة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.